مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وأنتوا عم بتشوفوني هلأ. اليوم رجعت لكم فيديو جديد رح نعمل مع بعضنا الفول بطحينة أو الفول المدمس. استخدمت هاي الماركة من الفول، فول شتورة، فول مدمس. بعد ما فتحت العلبة غسلت الفول شي 3 مرات حتى نتخلص من المواد الحافظة اللي فيه، وبعد هيك حطيت مي نظيفة هيك، مي يعني تتناسب مع مستوى الفول، هيك مي قليلة شوي بس شي يسخن الفول يعني. وهون حطيت الشاي مشان اعمل جنبه شاي، انا بحب الشاي جنبه. وشو كمان، اللهم صل على النبي. وهلا لبين ما يسخن الفول وتسخن مية الشاي ان شاء الله رح نعمل الصوص تبع الفول مع بعضنا، او البدوة نحن مثل ما بنسميها بحلب. اوكي يا حلوين، خليكن معي خطوة بخطوة. وهون يا جماعة جبنا هذا الجات لحتى نحضر فيه البدوة. أول شو رح نعمل؟ عندي هون علبتين لبن زبادي، بطلعوا شي 3 معالق تقريبا، رح حطهم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقريبا بطلعوا شي 3 معالق أكل. هاي أول علبة فتحناها، وهلأ العلبة الثانية. بسم الله. إذن أول شي حطينا اللبن، وبعد هيك بنجيب الطحينة ماركة درة، طحينة أو ما بعرف شو بسموها بغير بلدان، راشي. بنفتحها. هلا في شغلة قبل ما أحط الطحينة، إنه إذا بدكن تضلوا دائما تحصلوا على طحينة إنه ما تكون معكم مجمدة، دائما كل ما بتستخدموا طحينة قلبوها بالعكس، يعني احتفظوا فيها بالخزانة هيك بالعكس، بتضل سائلة ومريحة معكم كتير، يعني كتير بتسهل عليكم الاستخدام. لما بتحطوها هيك على حالها بتجمد و بتضل ماسكة من تحت، وفوق بتكون كتير هيك مثل المي، عرفتوا؟ فدايما اقلبوها بالعكس، احتفظوا فيها هيك بالخزانة دائما بالعكس. المهم حطينا هون شي 3 معالق لبن او اكتر شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين قديش سائلة؟ سائلة كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. بحط شي 3 معالق طحينة كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بسم الله. هاي اول معلقة. يلا هاي تاني معلقة. بسم الله. وهي تالت معلقة. او قلكن تعالوا نحط 4 معالق ازبط. هاي 4 معالق طحينة. وبعدين نحن بنشوف ناقصه لبن، ناقصه طحينة، ايش ناقص بنزود. بنحط ملح حسب الذوق حسب الرغبة، وبعدين بندوق اكيد. بنحط رشة صغيرة من الكمون، رشة بسم الله هيك رشة صغيرة حاج. وبنحط رشة من ملح الليمون عشان يعطيه طعمة الحموضة، حاليا هيك رشة صغيرة. وبعدين بندوق نحن ايش ناقصة، ملح ليمون، بعدين بنزيد قد ما بدنا. وطبعا ما بننسى الثوم المهروس، طبعا انا هون دقيت سنين توم او فصين توم، دقيتهم كتير منيح ورح احطهم في قلب الفول. بسم الله. يلا. وبعد ما حطينا الثوم يا جماعة بنعملنا تحريكة بسيطة، بندمج الصوص مع بعضه كتير منيح. بنحركه هيك مشان اللبن او الطحينة ما يضلوا هيك كتل كتل، نخفق كتير منيح لحتى نحصل على بدوة كريمية او صوص كريمي. بسم الله الرحمن الرحيم. هون يا جماعة بعد ما خفقنا الصوص كتير منيح
صار معنا شوفوا بهذا القوام الكريمي. هلأ شو بنعمل؟ وصار عنا الفول طبعا، سخنا الفول مثل ما لكم شايفين، دفينا يعني. هلأ بنشيل الفول وبنحطه بقلب الصوص. بسم الله الرحمن الرحيم. بنشيله وبنحطه كله هيك بهي الطريقة. وهون يا جماعة فضينا الفول كله وصار عنا بهذا الشكل. شايفين الصوص معنا كتير مريق ومعنا كتير سميك وسط يعني. اللي بحب يخففه، اللي بحب يسمكه، هو حر. بس انا بحب الوسط. وانا لوليتا شخصيا ما كتير بحب بصراحة حبات الفول، بحب المرقة اكتر. لهيك يعني حاسته انه بتناسخ نوعا ما. في حدا مثلي هيك ما بحب الحب بس بياكل المي اكتر من الحب. الصوص انا هيك من صغري هيك متعودة. هلا رح نزين الفول ونشوف الطريقة النهائية كيف صار. اوكي خليكن معي. وهيك حبايبي صار فطورنا جاهز وصار الفول جاهز طبعا مثل ما لكم شايفين. هذا هو الفول بطحينة على طريقتي. قطعت جنبه صحن خضرة بندورة وفليفلة ومخلل خيار. وفي كمان إذا بتحبوا تاكلوا جنبه بصل يابس أو بصل أخضر بصير طيب. وعمل جنبه كاسة شاي. وطبعا ما بننسى الخبز السوري جنبه. وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو ورح أقول لكم تفضلوا افطروا معي. وإن شاء الله ألف صحة وهنا علي رح يعمل نفس طريقتي. بحبكن كتير، لا تنسوا تعملوا كالعادة لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. بتمنى تتابعوا الفيديو الأخير ومني وعليه هلا رح أقول لكم باي باي. تضلوا بألف خير يا رب.